ليه لازم ابقى فاهم سيكشن الستيت مانجمنت ده كويس جدا؟ بص، انا دايما هتلاقيني بقول لك في الانترفيو، لان انا عملت انترفيو لناس كتير جدا واتعمل لي انترفيو كتير جدا وانا بقدم. ده يعتبر بعد بسم الله الرحمن الرحيم ايه الستيت مانجمنت اللي انت بتشتغل بيها. بعد ما يسالك في الاساسيات والحاجات دي هيسالك في الستيت مانجمنت. طبعا عندنا يعني زي ما تقول تولز كتير، عندنا الريفر بود وجيتكس وبروفايدر وكيوبيت والبلوك والكيوبيت، فاحنا عندنا حاجات كتير جدا. طب انا في الاول هل مطالب مني اعرف كل دول عشان ابقى ضامن ان انا اشتغل في كل الشركات؟ لا طبعا. يعني اي فرصه تجي لازم ابقى عارف كل حاجه عشان ادخل؟ لا. لكن مطلوب منك تبقى فاهم الكونسبت. يعني ايه فاهم الكونسبت؟ يعني فاهم يعني ايه ستيت مانجمنت. يعني لما يقول لك ايه فايده الستيت مانجمنت تعرف ترد عليه. لما يسالك على حاجه معينه في الستيت مانجمنت مثلا زي الكونسيومر او البيلدر او الليسنر، لازم تبقى فاهمهم. لان هو ممكن مش عشان انت اشتغلت مثلا كيوبيت او بلوك وهو اشتغل مثلا ريفر بود او بروفايدر او اي حاجه ان هو هيرفضك. لا، هو لو لقاك فاهم الكونسبت هي خلاص هو عارف ان انت هتقدر تتعلم بسهوله، هو الكونسبت واحد. وده حصل معانا شخصيا. يعني انا اول مره اشتغل بالكيوبيت كنت لسه داخل شركه، لقيتهم بيشتغلوا بالكيوبيت، اشتغلت بيه لان انا فاهم الكونسبت كويس، وكل حاجه بتيجي مع الممارسه. فده اللي انا عاوز اوصله لك، انك لازم تبقى فاهم الستيت مانجمنت كويس جدا، لانها مهمه جدا يعني ومفيده جدا وهتلمس قيمتها كل ما تمشي قدام. يعني كل ما تطور اكتر وتبدا تفهم اكتر وتلاقي الدنيا وضحت ليك اكتر هتعرف ايه ميزه الستيت مانجمنت. هو ده كان فيديو النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله في السكشن الجاي.